بعد ما يطلع فارس ابن الزعيم من السجن بيروح لعند أهله وبيتعرف عليهم. مناع بيقول لأبوه ما فيني اترك زين ينام لحاله بالبيت، لهيك بدي نام معه. والزعيم بيطلب من مناع يجي زين ويسكن معهم، بس مناع بيقول له ما بصير كرمال مرت أخي، رح روح نام عنده ولا تشغل بالك. أسينات خانم بتروح لبيت الزعيم أبو سلمى وبتبارك لهم برجعة ابنهم فارس، وبتسأل أسينات كيف عرفوا إنه هو ابنهم، وبتحكي لأمه لفارس إنه كان مع مناع بالخرابة عند جمول، فبتصير بتفكر إنه احتمال ابنها داغر كمان يكون عند جمول. وبتروح لعند الزعيم أبو علاء وبتحكي قصتها وكيف انخطف ابنها داغر، وبتقله احتمال إنه الشاب الثالث يكون ابني. مناع بيقول المشكلة إنه ما فيني أكد لك شي، والموضوع صار له 18 سنة، وملامح زين أكيد ما بتذكرها، وزين كان كتير صغير. فبتطلب أسينات من مناع يساعدها تلاقي ابنها، ومناع بيوعدها إنه رح يروح على الخرابة ويدور، وبيقلها لما جابوا زين كان في على صدره تعليق الذهب، رح روح على الخرابة ودور عليها. وفعلا مناع بيروح على الخرابة وبدور فيها، وطبعا بيكون معه زين وبيلاقي التعليق الذهب وبياخدها لعند أسينات خانم، ولما بتشوفها بتقول هي كانت على صدر ابني داغر. بيقلها مناع ابنك داغر بألف خير، هو زين يلي كان عايش معنا وأنا اللي ربيته. وبعدها مناع بيروح لعند زين وبيقله التقوا أهلك وإنت طلعت ابن الزعيم أبو داغر. ومناع بياخد زين لعند أمه أسينات خانم، تفرح كتير وبتحضنه. الزعيم أبو علاء والزعيم أبو سلمى ومناع وعلاء وفارس والكل مجتمعين عم يحكوا بموضوع ليش عائلة المكتوي خطفوا أولادهم، ولهلأ مستمرين بالانتقام ولازم يكونوا حذرين منهم ومن يلي ساوى كل هالشي. ولما غابوا عن الحارة وين راحوا ولشو عم يخططوا لسه؟ مناع بيسأل أبوه عن عائلة المكتوي، مين هي ومين هن ومين أبوهم وشو صار معه. وبيحكي لهم أبو علاء إنه أبو جواهر عمل العيبة وفات على الكركون ومات فيه، ونحن الزعماء كلنا طلعنا وتفرجنا على أبو ناظم لما انفضح بكل حارات الشام. ومناع بيقول هي بدهم ينتقموا منكن، لهيك خطفوا أولادكن حتى يحرقوا قلبكن عليهم، كان بدهم يقتلوا علاء حتى ياخدوا الزعامة. وكمان أسينات بتقول للزعيم إنه إجت جواهر طلبت إيدها للزواج من أخوها أبو زهير. الحكمدار بيعصب على جواهر وبيقلها أنتي كيف بتقليلي إنه فارس ماله حدا، طلع ابن الزعيم أبو سلمى وأنا كنت رح أوقع بمشكلة كبيرة مع حارة المشرقية. وجواهر بتقول إنه ما كانت بتعرف إنه هو بيكون ابن الزعيم أبو سلمى.